هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وهلا فيكم في فيديو اليوم شو حنساوي؟ اليوم حنحكي على الجامعة وحورجيكم كمان شو موجود في شنطتي للجامعة. بس قبل ما نبلش طبعا لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا اشعار الجرس وكمان تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. شنطتي اصلا انا كنت ورجيتها لكم صراحة بالفيديو السابق تبع مشترياتي للجامعة. شنطة عادية من مافي لونها اسود، صراحة كبيرة شوي، يعني في الحجم المتوسط. اخذت كبيره لانه بدي احط فيها كتير شغلات. كنت صراحه اخذ الشنط الميديوم، شفتهم من عند بولين بيرو ستراديفاريوس، بس حسيت انه الاكبر حيكون احسن. هاي الشنطه اللي باخذها معي يعني على الاغلب للجامعه. في مرات باخذ الشنطه تبعي الصغيره اللي بقدر احط فيها بس قلم وجدان وموبايل. باخذها ايام يكون ما إلي خلق اكتب في الدفتر في الدرس، بس بصور من الموبايل وبكتب على النوتس تبع الموبايل. صراحة بشوف التعليقات والرسائل على الانستغرام والتيك توك، بشوف انه العالم ابدا ما متابعاني على اليوتيوب وابدا ما بتعرف شو عم يصير بحياتي. حسيت انه بحكي في اليوتيوب اكثر من المواقع الثانية. انا يا جماعة بدرس اشي اسمه ممكن بالعربي يقول له الاعلام المرئي. بدرس على التصميم، بدرس على التواصل، على الاعلام، على طريقة التصوير، طريقة التصميم، طريقة الفوتوشوب، يعني هالشغلات اللي بندرسها حاليا. خلينا نبلش بالشنطة، بعدين يعني ححكي لكم وانا بورجيكم عن الدراسة اكثر في تركيا يعني بصفة عامة. اول شيء انا حطيت كل اشي اللي بستخدمه في الاسبوع كلياته. عندي اشي درس اسمه الفن، شوف الفن تبعي. فعندي هون هالدوسة اللي حاطة فيها اوراق مشان بحتاجها بالدرس، يعني كل درس بنرسم شغلات معينة. فاول درس رسمنا هيك شيء، الاستاذه كثير حبوه. اكثر درس حبيته هو هذا الدرس تبع الفن. الاستاذه كثير كيوت، بتحسوها زي رفيقتكم. على فكره الاستاذه عندها 70 سنه. ايه عندها 70 سنه، فلهيك يعني كثير مستغربه، يعني الشخص عنده 70 سنه ولهالدرجه فرفوش وبيضحك وما بعرف شو، وما بتبين ابدا انه عندها 70 سنه. يعني فكرت من اول انه عندها شيء 45 50. المهم باخذ معي كمان هذا للدرس. وينه هذا كنت اخذاه من زمان. الناس اللي بتابعني من زمان انه انا من زمان بتعرفوني انه برسم، بحب الرسم. يس هيك. بعدين انا شو اخذت للشنطه؟ هالشي كنت ورجيتكم فيديو المشتريات. اخذت لها هذا حطيته وسط الشنطه مشان انظم الشنطه وما يصير كل شيء فايت بعضه. هذا هو الدفتر اللي بكتب فيه النوتس وهالشغلات. في استاذه صراحه كثير بتحكي، فلهيك شوفوا هذا بس درس واحد بس. انا تلميذة طبعا كثير ناجحة وكثير هيك شطورة، بحب انه اكتب وانظم كل اشي. مهم بدرس 5 ايام بالاسبوع. للاسف كان ممكن يكون 3 ايام او 4 ايام، يعني 3 ايام 100% كانت تكون لو حطوا لنا درسين في اليوم. باخذ طريق ساعة ونص ساعتين لدرس واحد بس، ويعني بحس انه البروجرام كان ممكن يكون احسن، يحطوا لنا درسين في اليوم وندرس بس 3 ايام بالاسبوع، بيكون شهانه. بعدين شو عندي في هالجيوب؟ عندي جزداني فيه مصاري وفيه بعض الكروت. لا ما اختار لك، عندي هون المفتاح. انا بلبس نظارات يا جماعه، ضروري هذا الاشي. لو كان عندي 3 دروس درسين في اليوم كنت صراحه اخذ شنطتي كلياتها تبع الميك اب، بس لانه عندي بس درس باليوم، يوم واحد بس اللي عندي فيه درسين، باخذ بس روج وجلوس اذا اكلت يعني او راح ممكن انه اجدده. هاي ابدا ما حبيتها يا جماعه، هاي بتعرفوها يعني باخذها بس هيك. بدي اخذ واحدة تانية بس ما لقيت الاشي اللي بدي اياه. بدي واحدة تكون زي تبع الميك اب بس تكون كمان تبع المدرسة، وما تكون بيضة وما تكون سودا، تكون هيك لون خفيف، ما يكون غامق كتير. يعني عندي شروط وما لقيتها، فلهيك بستخدم هاي حاليا. شو موجود فيها؟ عندي قلم، عندي هذا كمان مشان اوقع. هذا اشي كتير ضروري لما يكون برد، يكون في رياح، شعري بيصير كلياته فايت في بعضه، بكون لازم امشطه، فلهيك اخذت هالميناجيك ترك. عندي كمان هون هذا الكارتلوك اللي فيه الكروت تبعي. في هاي تبع واتسونز، في هاد تبع البنك، في هاي تبع بابارا، في هاي تبع البنك، وفي هاي تبع المدرسة. بس يعني هالشي اللي حطه هون. وفي هون خاص هذا الكل بيعرفوه، هذا خاص لكارت الباص يا جماعة. هيك هاي الجديدة اللي صرت مطلعاها السنة، لأنه أنا كنت طالبة في الثانوي فكانت عندي تبع الطالب، بس السنة الماضية أنا طلعت يعني ما صرت طالبة،
كنت بس عم أدرس للامتحان. فلأنه طلعت وبدي أفوت مرة تانية أدرس بالجامعة، لازمني أعمل إبطال للكارت القديمة وأرجع أطلب كارت جديدة. فلهيك إجتني هالكارت الجديدة وراحت هالكارت اللي كنت هي أخذتها في 2020. هي أحسن. عنا هون برج الفتاة. أنا بحتفظ بالشغلات القديمة، يكون كروت أي إشي بحتفظ بيهم، بحس إنه الذكريات شغلات كتير حلوة. فايس صراحة هالشي اللي باخذ معي، ما في إشي تاني. وكمان في يوم واحد بالأسبوع باخذ معي اللابتوب تبعي. الحمد لله اللابتوب طبعا بيسع في هالشنطة لأنه كبيرة. فبس كتير مبسوطة حاليا بالدراسة يا جماعة، كل شيء تمام. أنا بدرس باللغة التركية، وكمان شغلة ما درست سنة تحضيرية لأنه أنا أصلا دارسة هون الثانوي، فما في داعي إنه أثبت لهم إنه أنا بعرف تركي. ما جبت لهم ولا شهادة لغة ولا درست سنة تحضيرية. أنا صراحة أصلا ما عندي شهادة لغة، يعني ولا مرة فتت على معهد تعلم اللغة التركية أو رحت لاختبار اللغة التركية وإشي. ففي الثانوي كمان نفس الإشي، فورا فتت على المدرسة، وكمان الجامعة نفس الإشي لأنه أنا أصلا دارسة ثانوي بتركيا، ففتت بدون امتحان لتخصص باللغة التركية. المهم حبيت إنه أوضح الشغلات للناس اللي بدها تدرس. اللي بده يدرس تركي هو ما دارس في تركيا أو ما عنده شهادة اللغة التركية، لازم يدرس سنة تحضيرية. اللي هو أصلا عارف تركي بيفوت على امتحان اللغة وبيجيب لهم شهادة وبس. يعني هذا كل إشي حاليا. هيك يعني شوي شوي بلشت إنه أتعود على إشي اسمه الجامعة، لأنه أنا طلعت من الثانوي، اتخرجت في 2023 وضليت سنة كاملة بروح لمعهد وبدرس للامتحان وكذا، فابتعدت عن شغلة اسمها المدرسة وكتير اشتقت لها. فشوي شوي بلشت عم أتعود الحمد لله. وبس شكرا لكم كتير. أول ما فتحت القناة يا جماعة كنت بالإعدادي، بعدين كملنا أنا وياكم وإجينا لبلد تاني وعشنا مع بعض الثانوي وتخرجنا من الثانوي وحاليا بالجامعة، فكبرنا مع بعض. لما كنت بالإعدادي كانت شيماء هذيك الوقت بالجامعة، والناس اللي بالجامعة بحسهم إنه كتير كبار وأنا لازمني سنين كتيرة لحتى أوصل الجامعة، وإذا وصلت جامعة حكون كتير كتير كبيرة. بس حاليا بحس حالي كتير كتير صغيرة، لسه ما كبرت. فيس هذا كل إشي. إذا ما نكون مشتركين في القناة اشتركوا بالقناة وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. بحبكم كتير كتير وبشوفكم إن شاء الله في النكست فيديو. Görüşmek üzere. باي باي.